السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معلش متأخر عليكم في فيديو معرض الكتاب. الفيديو دوت مهم جدا، أنا أجيب لك ملخص لأهم جزئين أنت بتهتم جدا بيهم، التخطيط والتسويق. فيلا بينا نتكلم مع بعض على أهم الكتب اللي تجيبها في الجزئين دول. يلا بينا. البدايه كده حابب ان انا اقول لك على شويه نصايح عشان وانت رايح معرض الكتاب، او يا سيدي حتى لو انت رحت مكتبه، فازاي اصلا انت تروح تستفيد. يبقى رقم واحد بتحدد المجالات اللي انت رايح تطور نفسك فيها من خلال الكتب اللي انت هتشتريها. رقم اتنين، دايما تحط الكتاب وبديله. يعني انت ممكن تلاقي فيه كتاب عجبك جدا ولكن الكتاب دوت من مكتبه او من دار نشر معينه، فدار النشر دي مثلا بيبيع الكتب بتبقى غاليه شويه، وطبعا ابسطها بتبقى اللي هي مكتبات جرير، فبتلاقي الكتاب عندها شويه مثلا ب 400 جنيه وب 500 جنيه، ولكن للاسف انت ما بيبقاش معاك الميزانيه المتاحه لده. رقم ثلاثة، لازم تبقى محدد انت معاك الميزانيه قد ايه، لان اوقات بتبقى وانت رايح والميزانيه معاك مش محدده، انت مش قادر او مش عارف انت هتجيب بقد ايه. وعلى فكره بالمناسبه في ناس بتبقى كده، لا انت بيبقى معاك بادجت او ميزانيه وليكن انا 500 جنيه، فانا عارف ان ال 500 جنيه ببقى عايز متوسط الكتاب في كل مجال من المجالات او من النصيحه الاولى اللي احنا يمكن اتكلمنا فيها هتبقى فرنج قد ايه عشان يقدر يكون معايا افضل عدد من الكتب اللي اقدر ان انا ان شاء الله استفيد منها. رقم 4، حاول تحدد مين الكاتب اللي انت عايز تروح له، او لو مش عندك الكاتب على الاقل مين ممكن الناس اللي بيدوا نصايح في الجزئيه دي. يعني لو مثلا على سبيل المثال انا واحد من الناس بحب جدا كتب دكتور شريف عرفة، فبشوف هل دكتور شريف عرفة منزل كتب في المعرض ده ولا لا. منزل، فببدا ان انا بحطه من ضمن الاولويات بتاعتي. فلو انت كده برضو متابع بعض الاشخاص او بعض الكتاب، فحاول ان انت تشوف برضو بعض الكتب اللي هم ممكن يكونوا منزلينها. يلا بقى بينا نروح على الترشيحات بتاعتي اللي انا لما رحت معرض الكتاب كده وخدت كده يعني اوفر فيو عن معظم دار النشر والكتب اللي موجوده. فيلا بينا نعرف او نتعرف مع بعض على اهم الكتب اللي انا حابب ارشحها لك في الفيديو ده. اول كتابين معانا وهو كتاب التخطيط الامثل للحياه. الكتاب ده يا جماعه بيتكلم بشكل كويس جدا جدا عن التخطيط بشكل او يطلع عليك خطه شخصيه بشكل كبير جدا. الكتاب ده بيتكلم على العوامل النفسيه، وكمان بيتكلم على بعض حتى العوامل اللي بيبقى فيها جزء ميديكال شويه او جزء طبي شويه، ان طريقه تفكيرك بتفكر ازاي. وبيتكلم معاك على القواعد وبعض الاسس او بعض النصائح اللي مهمه جدا ان انت تكون عارفها. الكتاب الثاني يا جماعه هو اصنع وقتا اكثر من المتاح. الكتاب ده يمكن اتعمل عليه ريفيوهات كتير، ولكن بصراحه حتى الريفيوهات مش مديه حقه. انا بنصحك ان انت تشتري الكتاب ده، لان الكتاب دوت هيكمل معاك الكتاب ده. وكتابين من اكتر الكتب الممتازه جدا جدا لو انت بتحب كتابه المحتوى التسويقي. اول كتاب هنا معانا اللي هو تواصل باحترافيه. الكتاب ده يا جماعه ممتاز جدا جدا. الكتاب ده بس بيتكلم على الاجزاء العلميه والابحاث اللي اتعملت في بعض الاجزاء في بعض الجامعات الامريكيه، فانا بنصحك ان انت تشتري الكتاب دوت. الكتاب ده انا عارف ان هو دسم جدا جدا ويمكن تكلفته عاليه شويه، لكن لو عرفت ان انت تجيبه هاته. والكتاب الثاني معانا هو اسرار التسويق بالمحتوى. الكتاب ده يا جماعه ممتاز جدا جدا بصراحه. يمكن انا او من الكتب يعني اللي شفتها في المعرض ده السنه دي، لا الكتاب دسم جدا، الكتاب معمول باحترافيه، الكتاب كمان معمول بشكل يعني منسق لاي مبتدئ حابب يفهم وكمان يطور نفسه في مهاره كتابه المحتوى. فانصحك ان انت تبدا بالكتاب ده ومن ثم تبدا بالكتاب ده. يجي يا سيدي الجزء التسويق. يعني الكتاب ده انا بصراحه برشحه وبقوه. حاجه اسمها الجروس ماركتنج يا جماعه. قليل جدا العلم ده او العلم ده منتشر والتفاصيل بتاعته ما بتبقاش كتيره جدا، حتى لما تيجي تسيرش بتلاقي الكلام دايما ارتجالي. لكن الكتاب ده بصراحه بيبقى دليل يعني دليل قوي جدا لكل المبتدئين اللي حابين يتعلموا حاجه عن الجروس ماركتنج. هو الكتاب طبعا يعني مترجم باللغه العربيه، بعض ممكن المصطلحات باللغه العربيه ممكن يعني ما تلاقيش كده ايه ليها، ولكن انا برشح الكتاب ده بقوه جدا في جزء الماركتنج وجزء تحديدا الجروس هاكينج. واخيرا كتاب 365 يوم في التسويق. الكتاب ده يا جماعه انا عايز اقول لكم ان فعلا اتبذل فيه مجهود. الكتاب ده فعلا وكمان هيبقى فيه تحديثات على الكتاب ده دايما باستمرار. الكتاب دوت مش بيتكلم على ان انت ازاي تسوق لعميل، الكتاب ده مش بيتكلم على الجوانب التكنيكال، لان الجوانب التكنيكال احنا ممكن نشوفها كتير وممكن بشويه سيرش كده على جوجل نعرف الجوانب التكنيكال، يعني ايه البرودكت، يعني ايه الفور بيس، يعني ايه 7 بيس، يعني ايه اس تي بي، كل الكلام ده ممكن نعرفه.
ولكن ان نلاقي حد وانت مبتدئ يقول لك اتكلم معاك كواحد صاحبك بيكلمك وعايش معاك، الكتاب ده بيقوله لك. لو انت واحد حابب تطور نفسك وشايف ان في بعض النقاط واقعه عندك، الكتاب ده برضه بيقوله لك. الكتاب ده اسمه 365 يوم في التسويق. الكتاب ده لمين؟ الكتاب دوت ليا انا شخصيا. اتمنى ان انت تاخد التجربه في الكتاب دوت. انا مش بتكلم فعلا بماركتنج للكتاب ده قد ما فعلا بقول لك ان الكتاب ده انا بتكلم فيه كأن واحد عايش معاك التجربه، فبجديك مجموعه تجارب. وكمان الكتاب ده هيكون معاك مجموعه تجارب لناس بدأت في المجال ولكن وصلت لافضل حاجه او افضل ليفل في المجال، ووصلوا قصص نجاح كويسه جدا. طيب الناس دي وصلت لقصص نجاح ازاي؟ هتلاقيه في باب لوحده انا عامله لك، تلاقي قصص لتجارب لناس عاديين واصبحوا طبعا مميزين. اتمنى انك انت تشتري الكتاب دوت. والكتاب ده بالمناسبه عليه خصم، وخصوصا كل الناس اللي هي هتبقى في الفيديو هتلاقي ظهر عندك برومو كود. البرومو كود ده هيديك خصم على الكتاب دوت. اتمنى انك انت تشتريه. وكمان ما تنساش ان انت بعد ما تشتريه تصور مع الكتاب، هتبعت لي صوره على البيج وهيظهر ليك اللينك بتاع البيج دلوقتي. بعد ما تبعت بيه الصوره هتاخد هديه قيمتها 10000 جنيه ويمكن اكتر كمان، مكتبه كامله للكورسات في مجال الماركتنج والديجيتال ماركتنج هتساعدك وبشكل عملي. لان برضه هيبقى فيه مع الكتاب ملاحقات مع الكتاب دوت بيتكلم عن طبعا الماتيريال الخاصه بالتخطيط ال 365 يوم، وهكلمك كمان عن بعض المصادر الخاصه بالبيرسون براندنج. اتمنى ان الكتاب يعجبك وان شاء الله هيعجبك. وما تنساش ان هيبقى في فيديو ليه جزء تاني ان شاء الله هنتكلم فيه عن اهم الكتب الخاصه بتطوير الذات ورياده الاعمال ان شاء الله في فيديو جاي تاني معانا. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو دوت عشان يوصل لكل الناس. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي.